احضن مين ونام. لا والله لو شافوها، انت تخيلي بس لقطات صارت معنا في الفيلا والناس واو واو مش طبيعي. تخيلوا لو فرجيت الرومانسيه الحقيقيه، يعني لو حبيت جد وين التاج يا فارس؟ التاج الله يلعن هذاك التاج، من يوم اللي فكرت في التاج ويلعن ابليس اللي وسوس لي في التاج. هذاك ابليس والله ابن حرام، الوسوسه اللي جت لراسي يا ريت اللي خلاني افكر بهذيك الفكره. اقسم بالله انه يعني مو شيطان، ما بعد الشيطان هلكني هلك يا وجدان رايح على الملك اللي بملكتي يا عمري. والله الفكره جايبها من تونس يا وجدان، جايب الفكره من تونس. يعني انا هون في تونس وعم فكر شو هي الحركه الرومانسيه الحلوه اللي لازم ادخل فيها البرنامج وخلي البنت اللي معي مفتخره بحالها. جايب معك التاج من تونس؟ لا التاج ما جبته من تونس، بس الفكره يعني جت من تونس. من وين جبت التاج بالله عليك؟ يا التاج يعني ما جبته انا، هم بيجيبوه يعني ايش دخلني انت عارف ان شاء الله. يعني انت قلت لهم جيبوا تاج يعني خليهم انت قلت لهم جيبوا تاج. ما كانوا يشجعونا على الرومانسيه والله، يعني حتى لو نبعثهم نقول لهم جيبوا لنا اشياء رومانسيه وبدنا حركات رومانسيه فكروا راح يجيبوا لي تاج، يعني تاج فاهم، جايبين لي تاج بلاستيك وملعون، يعني مش من وين جايبينه؟ تاج نفرتيتي هذا مين؟ تاج مين؟ انا جابوه لي والله في لعنه. اطفال هذا لعبه اطفال. ها؟ لعبه اطفال. ايه لعبه اطفال، بس هي حلوه يعني المغزى في المعنى يا وجدان، اهم شيء المعنى. ايش دخل؟ شوفوا مين تضحك. على اللي جيبوا لي تاج. على اللي جيبوا لي تاج. اقسم بالله يعني تصير مني هي يعني بتكون حلوه بالاول تتغير لما اعطيها التاج، واقسم بالله انتوا شفتوا على وشها، ادي لها كف على وشها تتظبط، مفيش كده. اقسم بالله تاج مش طبيعي. مش لما التاج صح يعني راحت المشاكل من بعد ما كسرت التاج. دخيلك يا ربي سامحنا. يعني هم خايسين على فكره باذواقهم، يعني يجيبوا شيء مرتب، يعني يتكلفوا شوي يخرب بيتهم. وين والله كله لك تكليف. يا احمد يلا انه عم يجيبوا لنا هم، يا احمد يلا. طب هم عارفين هالانسان عم يعمل شو بالتاج وناوي في خطه براسه، معقول يجيبوا له هيك؟ يعني ولا هم حابين مثلا يعملونا هيك مضحكه؟ لا هم انبسطوا بقى الفكره تاج وضغطوا علي حتى عملها في هذاك اليوم. انا ما كنت احملها، راح اعملها في هذاك اليوم. هم يعني دغري يلا روح ندخل في العلاقه يا جماعه. هلا شو السربرايز اللي حتجيني؟ شو السربرايز؟ نسيتيها؟ اللي عملها لي ادم. ايوه في سربرايز في الحلقات الجايه. رح تكون فكره كثير جديده. وجدان ومية بحسهم اكثر بنتين تدللوا في الفيلا. دللنا في ايش بالضبط؟ وشو دللنا في ايش؟ مية كانت مربوطه يعني بهذيك البالونه الحلوه، وكانت يعني مربوط والله كانت حلوه الحركه والله. وجدان بالله اسمعي، قال كنت مدلله لانه كانوا رابطين لي بالون. عندهم افكار معقده. يعني كنت مبينه انك محبوب، ما في حدا بيحبك للاسف. شو احلامك يا فارس الحين؟ شو؟ يا جماعه شو قلتي وجدان؟ شنو هي مواصفة فتاة احلامك؟ ما عاد عندي مواصفات، اعطيني الطبع، المهم تكون الشخصيه يعني. كلكم تقولوا كده. وانت شو مواصفات فتاة احلامك؟ فضائي. لسه على نفس المواصفات؟ نفس مواصفات. شوفوا يا جماعه مواصفات فتاة. غيرت المواصفات والله، كانت طالبه فضائي هي على فكره في البرنامج. احلامي يكون عنده عين هون وعين هون، بلاش يبقى اي لف عشان يشوف، بلاش انا ابقى ادور عليه كده من هنا. نفس المواصفات يعني انا بتغير. مواصفه غريبه شوي، يكون فضائي شوي. تمام ان شاء الله بنلاقي لك واحد ان شاء الله عن قريب. وانت مية؟ انا اعتزلت الغرام. ما فيش امل حتى في شكل؟ لا شكل ولا مضمون، خلاص الاثنين ما في. وين الاسمراني تبعنا يا مية؟ اي اسمراني؟
اللي طلعتي هذاك اليوم. خلاص حرمنا. انت اسمراني طلبتي شو يا لك أسمر. جماعه؟ انت وجدان في كومنت موتني ضحك. كتبوا عليه انه وجدان قالت لها بدي اسمر، بس ما قالت لها قديش درجة السمار. انت ما حددتي درجة السمار قديش يكون اسمر. انت جد كان بدك اسمر يا وجدان فين؟ في البرنامج؟ والله كان تضحك. هلا بدها واحد حنطي. غيرت انت رأيي، هلا لو تشوفي اسمر بتهربي ركض. غيرت رأيي، ما بقاش بيعجبني الأسمر. حواليك واحد طيب اسمر حنطي. يعني برونز شوية، ايه يعني مقرمش من الجناب وما مقرمش من الجناب. هو كان في عندنا اسمرانيين في الفيلا. كان عندنا الخراوي. كلهم في سمر لون كانوا. الخراوي عارفين. نخراوي بس شو الاسمر ما يعني؟ كان فيه. نخراوي شلون يعني؟ يعني اللون مثل الخرا. تخرجي على مستقبلي قسما بالله. بس يلا شو بدنا نعمل؟ ما كان عندنا لا اسمر بقى. الحمد لله انه في بياض. في انت سمرة 100 صح؟ انت كنتي مسمرة. انا برونز. لا هلا انا بالطبيعه بيضة. طلعت سمرة. على فكرة والله البنات في الحقيقة أحلى بكثير منهم حتى من الكاميرا. والله هلكتنا الكاميرات تبع قسم نسيب. انا برونز عامله، انا بيضة بس عامله برونز. انا بحب سمر حالي، بحب كون سمرة. حلو. حتى انا بحب السمر صراحة. انت مستحيل تكوني سمرة وجدان، لا ما تفكري فيه الموضوع. انا صرت سمرة ها. انت صرتي سمرة هيك صرتي سمرة. شوف الفرق، شوف الفرق هنا وهنا. واو او ماي جاد. ضحكت. طيب انت مثل شو ما فتاة سمار احلامك جت. المواصفات؟ اعطينا مواصفاتك طيب، فتاة احلامك. شوف فارس، تحمس فارس. انا بخلي لك ينطق، استني شوي. انتوا ليش ضاغطين على المواصفات؟ والله المواصفات ما بتهم، اهم شيء الشخصية. يعني الشخصية تكون يعني شخصية. طب شو الشخصية؟ طيب اعطينا الشخصية. صدقناك والله صدقناك. انت بتعرفوا انتوا الشخصية الاثنين، انتوا عارفين. إيه اسمعني، انتوا الاثنين راح تجيبوني كارتة، انتوا عارفين. انت راح تخرجوا لي على مستقبلي وانا رايحه او اهم شيء الشخصيه. لما تكون الشخصيه يعني حلوه والروح طيبه، فهمتوا؟ طيب شو صفات الشخصية اللي بتحبها؟ اكيد تكون يعني ثقيله حلو. على فرفوشه. يعني احيانا يعني وقت الثقيله تكون ثقيله، وقت الفرفوشه تكون فرفوشه، فاهمه؟ اوكي. بتغار. بنت واعيه يا ودي. غيري انا اصلا ما بخليها تغار. يعني ما انا لما ادخل في علاقه بلتزم بحدودي، ما بسوي حركات هيك. رح تلتصق فيها؟ ما رح تخليها تغار؟ انا اصلا راح اكون معها كل الوقت. انا لما بحب اكون كل يعني ما الوقت. حد تتلقاه. ما بتلقى، ما فماش تلقى. هذا يا لهوي. سكنة. متلازمة الالتصاق. ما تتنفسش. ليش شو بدها هي ثانيه؟ يعني معها انا شو بدها؟ مش لا فاهم. والله اخويا ما تفكر نفسك. ويلي 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 ويلي. لا بس والله انا من الشخصيات اللي بحب يعني بقضي كل الوقت مع الانسان اللي بحبه. يعني فهمت؟ حلو. طيب انت من بعدكم بسرعه. لا ما بمل والله، ما بمل. عشان بعمل كثير مشاكل معها، فاهم؟ بعمل مشاكل على مرات بساعات مع بعض. في اكشن يعني كل الوقت بيكون في اكشن. يعني ايش الاكشن بالضبط؟ يعني عايزين نفهم. كل الاكشنات. طيب راح تخليها تكون على السوشيال ميديا لحبيبتك؟ لا مستحيل. سمعتي ليش؟ والله انا اخبرك. خليها تكون على خليني اشوف الكومنتات. مين يمسك الكومنتات عندي؟ حيعمل عكس تماما. بس دقيقة خليني اشوف الكومنتات. اخذوا لي الكومنتات. مين مسكر الكومنتات عندي؟ وين راح الكومنتات؟ تكبيس.
بس خلي الناس تعبر. المهم نرجع. مليون تكبيسة. يلا يا حلوين. 10 دقائق نوصل مليون تكبيسة. يلا يا كتاكيت يا يلا، أبطال بنرجع. الديجيتال. انت بتوصف مين؟ لا انت اسمع شيء من الكومنتات. يلا ارجعوا سكروا الكومنتات، ارجعوا سكروا الكومنتات يا جماعه. دقيقه المهم وانتوا شو وضعكم؟ وضعنا في السليم. والله طايرين. وبتبوس ايديها كمان. والله اهم شيء تعرفوا، اهم شيء تكونوا في علاقه مع نجاحكم في الحياه. والله طيب ليش ما نروح على دبي كلياتنا نجتمع اسبوع؟ والله لازم نجتمع. والله لازم نجتمع. والله يا جوجو شو رايك تاخذي لك بريك اسبوع؟ يلا انت امتى بدكم؟ انا باسبوري جاهز. خليوها اخر الشهر. والله العظيم بحكي على راس السنه. نروح نعمل لنا احنا قسم ونصيب جديد. صح والله كله عم يفكر. والله كله عم يفكر في نفس التفكير. كبيسة ورد. نعمل قسم ونصيب جديد. نختار المدن. لا ما نعمل قسمة ونصيب. لا نروح نبرد اعصابنا هيك، ناخذ فيلا كبيره ولا ناخذ هيك شيء حلو مثلا. نكتب أوروبا. نبدأ حلو. والله فكره حلوه. بس مو دبي عشان طارق ما بيقدر يروح، نلاقي بلد تاني. قطر، بظن قطر بناخذ، او السعوديه او ايه والله نجتمع يعني نحن اللي هيك اللي جروبنا نعزم. ليش ما تجوا عندنا المغرب. والله فكره كمان، حتى المغرب. انا رايحه المغرب ان شاء الله. صح. ولا انا كمان حابب اروح المغرب. المغرب ما في ايه مثل. بنروح المغرب تحديدا في طنجه حلوه كثير. طنجة ومراكش. والله كثير حلوه. او عندنا في تونس زي ما بدكم، حتى في تونس عندنا. صح. والله عندنا اجواء كثير حلوه في تونس. جميلة تونس. بدنا شرب، بدنا دفا. دفى في الصيف، في الشتاء يعني بدنا كتير دفا. بس دقيقة شوي عن إذنكم ثواني. لا، بدك على الصومال يعني إذا بدك دفع. 3000 2500 بني آدم. تعرفون ايش هو اكثر مكان بيزعجني في الفيلا؟ بيكون حر صح؟ او يعني بالاماكن الحاره. ما راح اشيل الميوت لنطلع فوق ال1000 تكبيسة. تايلاند تكون ما راح دافيه اشيل مستحيل. الميوت. تخيلوا 100 في تايلاند. صار لكم بس قاعدين بنونسكم على الأقل تكبيس. كيف الجو في طنجة؟ يلا هلا كل الناس طالبين برد. صارحتوا ايه. كل الناس طالبين انه تصير هذا الاجتماع. وضيها هلا مع اسم نروح نحن وآدم وطارق نشوف يعني احنا هيك شلة ومنروح. والله وين ابو فاتح؟ ممدوح كمان. قلت لك متجوز جديد وعم ياكل مفطح. شفتي الخيانة؟ خانك بسبب الاكل. ايه خليه يخوني على الاكل. دلوقتي بيعمل لها قهوة. على ذكر طارق انا بعث لي رساله. بيعمل القهوة تبعته. هو كده بيوقع البنات.